فالنهارده هنا دي الكارثه الكبرى. المشكله الثانيه، هتتعامل ازاي مع هذا الكم من الزجاجات والالات الحاده اللي اترمت وبتترمي في كل هجمه؟ هي مش بتترمي بس، هي ما اترمتش بس في الموقف ده، هي كانت بتترمي في كل هجمه للنادي الاهلي او في كل كره رايحه على مصطفى شوبير من اجل تشتيته. الاحداث اصلا اللي حصلت من الجماهير المغربيه هي ليها علاقه بالصوره الذهنيه للتحكيم الافريقي. هذه المباراه اصعب مباراه اعتقد في الدور كله، اللي هو الدور الثاني، اصعب مباراه للنادي الاهلي والجيش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. فيديو جديد غادي نتكلموا فيه عن نتائج ديال الأندية المغربية في المسابقات الإفريقية. 4 أندية مغربية تنافس على مسابقات القارية: الوداد وكذلك أولمبيك سافي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والجيش الملكي ونهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا. مباريات مثيرة هذا اليوم، خاصة الريمونتادا التاريخية لبركان، وما أدراك ما بركان. 2 دقائق في الأنفاس الأخيرة من وقت بدل الضائع تمكن بركان يسجل 2 ديال الأهداف ويعود ب3 نقاط غالية من قلب نيجيريا من الأدغال الإفريقية. كذلك أيضا المباراة الثانية ديال فريق الجيش الملكي على ملعب مولاي الحسن. أول مرة هذا الملعب الجديد يحتضن مباريات ديال الأندية المغربية. الجيش الملكي على مستوى دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الجيش الملكي. مباراة كانت من البداية أنه غادي تكون مباراة مثيرة، مباراة قوية، مباراة فيها شغب، فيها اندفاعات وفيها أخطاء تحكيمية. وما شاهدناه اليوم، الحكم صراحة تسبب في او افسد لقاء ديال اليوم. الحكم ديال ليبي افسد لقاء ديال اليوم بين الجيش وكذلك ايضا فريق الاهلي المصري. شفنا بعض المحللين صراحه اللي خرجوا كيبكيو دير ضربه جزاء غير موجوده بالنسبه لفريق الجيش الملكي، ضربه جزاء اللي احتسبها الحكم الليبي، وهي ضربه جزاء واضحه، لمسه يد واضحه من طرف اللاعب ديال النادي الاهلي. على كل حال مشات المباراه، انتهى الشوط الاول. الشوط الثاني شفنا الاجواء، كذلك ايضا الحكم دخلت الجمهور في هستيريا، دخل الجمهور في تعصب، وشفنا الاجواء ديال المباراه. احنا كنشاهدوا هنا الصور، يعني قبل ربع ساعه من نهايه المباراه تقريبا شفنا قارورات المياه في ارضيه الميدان، وهذه هي النقطه السوداء في هذه المباراه صراحه. النقطه السوداء ديال هذه المباراه هو انه الاخطاء التحكيميه، كذلك ايضا شفنا القارورات ديال المياه. لو كان مثلا جيش ملكي لعب في الملعب ديال الاولمبي اللي فيه الحلبه، كنظن انه ما غاديش يبانوا هذه القارورات ديال المياه. وحنا كنشاهدوا هنا الصوره باش ما يقولوش اودي راه الجمهور، الصوره ها هي واضحه ديال المباراه ديال الوداد والاهلي في دوري ابطال في استاد القاهره الدولي. راه استاد القاهره عندهم هذاك الحلبه الكبيره، يعني لا القارورات ديال المياه ما كيبانوش، ولكن شوف هنا الامطار ديال قارورات المياه ايضا وقعت في المباراه ديال الوداد والاهلي كذلك في دوري الابطال. باش ما تزايدوش علينا، باش ما يقولش اودي راه الجمهور. فعلا الجمهور ديال الجيش، انا لا اشجع الجمهور ديال الجيش انه يعاود يكرر نفس الاخطاء ونفس السيناريو ونفس التصرفات، اي الغير رياضيه. كلنا ضد هذه التصرفات، ماشي كندافع على الجيش الملكي وكنقول لها تصرفات، بالعكس التصرفات انا ضد هذه التصرفات، لان الملعب جديد، ملعب نختبروا هذا الملعب، مباراه كبيره بين فريقين معروفين على الساحه القاريه. الجيش الملكي كاول نادي مغربي توج بدوري ابطال، لكن التصرفات ديال الجمهور صراحه غريبه جدا. يعني الان كنشوفوا مره اخرى الجامعه تقدر انه تبرمج المباريات ديال الجيش الملكي في ملعب ديال الاولمبي، لانه عنده الحلبه وبعيد على المستطيل الاخضر. راه صعيب انه هذا الجمهور باش نخليو انه مثل هذه المباريات يتلعبوا في الملعب سواء ديال البارد ولا ملعب ديال مولاي عبد الله ولا كذلك ايضا الملعب ديال مولاي الحسن. تصرف صراحه صبياني من الجمهور. على الاقل اننا نلتزموا، على الاقل اننا نشدوا الاعصاب ديالنا. الا كانوا اخطاء تحكيميه راه اكيد الحكم اخطا. شفنا الهدف ديال الجيش الملكي الملغي، الصوره ما كانتش واضحه بتاتا. شفنا المدرج اللي شعلوا فيه الفلامات ولا الشماريخ، راه ماشي هو الجمهور ديال الجيش الملكي، الجمهور ديال الاهلي هو اللي شعل الشماريخ في المباراه. كنظن ان الصوره ما كانتش واضحه باش ما ينسبوش الجمهور ديال الجيش الملكي بانه هما اللي شعلوا الشماريخ. راه كنظن الشماريخ شعلوه الجمهور ديال الاهلي المصري اللي كانوا متواجدين في الملعب ديال مولاي الحسن
في المدرج اللي انفاس مع الجمهور ديال مع التيفو اللي كانوا داروه الجمهور ديال الجيش الملكي. وشوفنا التيفو كان رائع هنا كما كتشاهدوا معنا. بدايه كانت صراحه في المستوى، منظر جميل للملعب، تيفو عالمي، اجواء كانت رائعه. ولكن كنظن ان الحكم هو الذي افسد اللقاء، هو اللي خلى الجمهور واللاعبين يدخلوا في الهستيريا، خلانا نشوفوا تصرفات غير رياضيه بتاتا. بعض الجماهير اللي رمات القارورات ديال المياه الملعب، وهذا التصرف راه نقدر نتعاقبوا عليه، يقدر الكاف يعاقبونا. كذلك ايضا الشماريخ اللي شعلوا الجمهور ديال الاهلي المصري يقدر انهم يتعاقبوا. ولكن باش ما نقولوش اودي راه غير عندنا احنا في الملاعب المغربيه، راه هنا كنشوفوا الصوره كما قلت لكم، يعني في استاد القاهره في المباراه ديال الاهلي وكذلك الوداد شفنا نفس اللقطه ونفس السيناريو، رشق لاعبين ديال الوداد بقارورات المياه. يعني كارثه وقعت في تلك المباراه. وكذلك حتى مع نهضه بركان في النهائي ديال الزمالك في كاس الكونفدراليه الافريقيه. على كل حال المباراه كانت صراحه البدايه كانت قويه، شفنا ايضا المباراه في المستوى ريتم عالي، ولكن الاخطاء التحكيميه لا تغتفر. شفنا اللقطه ديال ضربه الجزاء ايضا اخرى لفريق الجيش الملكي ديال حريمات ما احتسبهاش الحكم. كذلك ايضا اللقطه ديال الفحلي في الانفاس الاخيره من ديال المباراه، راوغ لاعب ديال النادي الاهلي وسقط قرب مربع العمليات من الجهه اليسرى. الحكم لم يصفر، ثم زاد شعل شراره الغضب ديال الجمهور في المدرجات. وشفنا الصوره صراحه اللي ما كنتمناوش اننا نشوفوها. راه نزيدوا نكرروها بانه نحن دائما نقول بان هذا المشهد او هذه الصوره نتمناو ما نشوفوهاش في الملاعب المغربيه صراحه. فهذه تسيء لكره القدم المغربيه وللجمهور المغربي. تصرف صراحه صبياني من جمهور ديال الجيش الملكي، لان قبل المباراه كنا كنشوفوا اجواء اخرى. شفنا حتى الاعلام المصري وشفنا كثير من المحللين والتغطيه اللي داروها للملعب تحدثوا بشكل افضل على الملاعب المغربيه، كذلك على حسن الاستقبال. شفنا لي فيديوهات كتسويق للمغرب على الكاس افريقيا، وشفنا الطريقه ديال التصوير ديالهم. يعني شفنا اشياء ايجابيه قبل المباراه، ولكن ماشي هذا الماتش هو اللي يفسد العلاقه ولا راه ديال كره القدم. القارورات ديال المياه وكذا وفتالي كتسالى المباراه. الحمد لله كنبقاو دائما اشقاء وكنبقى دائما اخوه بدون صراعات بدون ديال كره القدم. ولكن حنا كنقولوها بانه التصرفات ديال الجمهور غير اخلاقيه وماشي مزيانه اننا نرميو قارورات المياه بهذه الطريقه لارضيه الميدان. وكذلك ايضا لا ننسى انه من افسد المباراه فهو الحكم ديال اللقاء. اذا الجيش الملكي كان حقق ايضا خساره في المباراه الماضيه، كان خسر ايضا في المباراه الماضيه ضد يانغ افريكانز التنزاني. وشفنا ايضا الهدف ايضا اللي كان شرعي للجيش الملكي وقلعوا الحكم في اللقاء ديال الذهاب. واليوم امام الاهلي يتعادل عنده نقطه واحده. يانغ افريكانز في المرتبه الثانيه بعد التعادل مع شبيبه القبائل في قلب الجزائر، تعادل بصفر لمثله. الجيش الملكي في المركز الثالث، بينما شبيبه القبائل في المركز الرابع. عندنا فرصه كبيره اننا نقدوا نعوضوا ان شاء الله بحول الله في المباريات القادمه ان شاء الله بحول الله. يانغ افريكانز عنده 4 ديال النقاط، كذلك ايضا الاهلي عندهم 4 ديال النقاط، شبيبه القبائل والجيش عندهم نقطه. اذا استفدنا من التعادل ديال يانغ افريكانز وكذلك شبيبه القبائل. نتمنوا للجيش يدارك الموقف في المباريات القادمه، فنحن ما زلنا في دور المجموعات. اذا مشاهدينا الكرام كما شفنا المباراه ديال اليوم الكل تابع اللقاء ديال اليوم. انا كنظن هذا هو ملعب ديال اولمبي، هذا هو اللي يخدم الجمهور ديال الجيش الملكي. صراحه الملاعب الاخرى صعيب انه الى يلعبوا في الملاعب يعني الملاعب ديال الله ولا هذا الملعب ديال مولاي الحسن ولا البريد. الانسان يلتزم ديما يكون يشد راسو، راه ماشي انك تعصب وتضرب قارورات ديال 100 راك كتسبب يعني في العقوبه للفريق ديالك. ونتمنى ما تكونش عقوبه على فريق الجيش الملكي وما يلعبش بدون جمهور. كذلك المباراه الثانيه في دوري ابطال ديال فريق النهضه الرياضيه بركانيه، فريق بركاني اللي ديما صراحه الحمد لله مشرفنا سواء داخل الميدان ولا خارج الميدان. جا الحمد لله لعب المباراه الاولى هنا في بركان، ربحوا حققوا نتيجه ثلاثيه ل0. وكذلك ايضا مشاو لنيجيريا لقلب نيجيريا مع ريفز يونايتد النيجيري، وحققوا ايضا هناك انتصار ثمين وغالي في الانفاس الاخيره من المباراه بعد ما كانوا ربحوا في المباراه الاولى هنا في الملعب البلدي. حققوا انتصار اخر هنا في قلب نيجيريا على فريق ريفز يونايتد النيجيري. والاهداف جاءت صراحه في الانفاس الاخيره من وقت بدل الضائع. الحكم زاد 9 دقائق، بركان 7 دقائق من وقت بدل الضائع سجلوا الهدف الاول، مشاو طلعوا جابوا الهدف الثاني وجابوا 3 ديال النقاط. يعني استناو 108 دقائق هما كيلعبوا
ولكن في الاخير بركان صراحه برافو، يعني مستوى كبير، مستوى رائع في الانفاس الاخيره، وتغييرات جد مهمه بالنسبه لمعين الشعباني. نتمنى ان شاء الله بحول الله مثل هذه القتاليه والجرين تشوفوها في الانديه وفي اللاعبين المغاربه. اذا بركان اصبح لها شخصيه البطل، اصبح فريق قوي، فريق عنده شخصيه على المنافسه لا في دوري الابطال لا في الكونفدراليه الافريقيه، و54 مباراه في المسابقات الافريقيه لم ينهزم على الميدان ديالو. بركان 54 لقاء في المسابقات الافريقيه لم ينهزم في الميدان ديالو. اهداف كانت رائعه عن طريق يونس الكعبي، الاخ ديال ايوب الكعبي يلعب مع بركان. يونس الكعبي على طريقه الاخ ديالو والشقيق ديالو ايوب الكعبي مع المنتخب الوطني المغربي هو الذي انقذ بركان وسجل الهدف الاول لبركان. بعدها عاد منير شويعر وسجل الثنائيه للبرتقالي ليتصدر المجموعه ب6 نقاط. نمشيو ايضا لكاس الكونفدراليه الافريقيه. للاسف اولمبيك سافي انتصر في المباراة الماضية وجاب انتصار ثمين على حساب جوليبا المالي من خارج الديار، وجا هنايا اولمبيك سافي لعب مع اتحاد العاصمة الجزائري وخسر، يعني خسر بهدف ل0. صراحة كانوا اخطاء صراحة دفاعية في هذا الهدف، وكنا كنتمنوا انه القرش المصري واولمبيك سافي يحاول ما يمكن انه ينتصر في هذه المباراه. فاكيد المباراه كانت على الميدان ديالو امام الجمهور، فللاسف ضيعوا واحد 3 ديال النقاط كان عليهم انهم ينتصروا اليوم باش يولي عندهم 6 ديال النقاط رغم هذه الخساره. الا ان اولمبيك سافي يعني عنده فرصه عندنا ثقه كبيره ان اولمبيك سافي ان شاء الله بحول الله يحقق نتائج ايجابيه في الادوار القادمه. اليوم اولمبيك سافي عنده 3 ديال النقاط في المركز الثاني، وعنده فرصه كبيره انه ان شاء الله يعوض في المباريات القادمه ضد فريق سان بيدرو الايفواري اللي غادي يقدر يصادفوا على الملعب ديال اولمبيك سافي، وغادي يخرج ايضا يمكن غادي يخرج يواجه سان بيدرو الايفواري، وغادي يستقبل على الميدان ديالو دوجيليبا المالي ويخرج للاتحاد العاصمي. يعني اولمبيك سافي نتمنى له التوفيق ان شاء الله بحول الله. الوداد الرياضي ايضا في كاس الكونفدراليه الافريقيه عاد بانتصار غالي وثمين ايضا من خارج الديار بهدف المقاتل المرابط نور الدين المرابط، الاخ ديال الشقيق سفيان المرابط مع المنتخب الوطني المغربي، جاب انتصار لفريق الوداد الرياضي في مباراه صراحه كانت في المستوى، حققوا نتيجه ايجابيه امام عزام ديال تنزانيا هدف ل0 عن طريق المرابط. جاب 3 ديال النقاط لفريق الوداد الرياضي. الفريق الوداد الرياضي في الصداره ب6 ديال النقاط، انتصار في اللقاء ديال الاول هنا في الملعب ديال العربي الزولي بالدار البيضاء. بعدها شفنا انتصار بقلب تنزانيا على فريق عزامة التنزاني، و3 ديال النقاط غاليه لفريق الوداد الرياضي. مبروك للوداد، مبروك لبركان، هاتريك للجيش، وكذلك ايضا لفريق اولمبيك سافي. التعادل ديال الجيش خلانا اننا نشوف المباريات القادمه غادي تكون قويه 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 ان شاء الله بحول الله. اذا هذه هي النتائج ديال الانديه المغربيه مشاهدينا الكرام في المسابقات الافريقيه. المباراه اللي كانت مثيره هي مباراه ديال الجيش، وصراحه نتمنى اننا ما نشوفوش مثل هذاك التصرفات ديال الجماهير. حنا ما كنقولوش ودي بلا غير الجمهور ديالنا راه كيضرب القارورات ديال المياه، راه مباريات عده وريتكم بانه وقعت المباراه ديال الزمالك وبركان والوداد والاهلي، يعني قارورات ديال المياه وشتم اللاعبين، يعني كثير من الامور. ولكن هذه التصرفات ما غاديش تخلينا اننا ما نقولوش اودي راه كاين واحد العلاقه طيبه مع الاخوان وكذلك ديال مصر، وشفنا التغطيه ديالهم هنا لكثير من الاماكن السياحيه في المغرب، وكيفاش روجوا المباراه ديال الاهلي هنا في المغرب. صراحه عندهم اعلام قوي، يعني لا قدروا انهم ياثروا راهم ياثروا عليك. اليوم هما تصال المباراه خارجين كيتكلموا على التحكيم، حنا الاعلام ديالنا راه ناعس. على الاقل اننا نخرجوا نوعيوا هذا الجمهور، نخرجوا نتكلموا على هذه المباراه، لان صراحه ما يمكنناش اننا نشوفوا التصرف ديال الجمهور في المباريات القادمه بهذا الشكل، ولا نلعبوا في الملعب ديال الاولمبي ونتهناو. حتى رميه القاروره ديال المياه كان داك الحلبه الكبيره ما عندكش كيدير توصلها الارضيه ديال الميدان. على كل حال ان شاء الله كل التوفيق للانديه المغربيه في المسابقات الافريقيه. برافو بركان، برافو الوداد، كل التوفيق للجيش الملكي. تعادل انا كنظن منطقي، تعادل مع الاهلي منطقي، عنده فرصه كبيره يعوض امام يانغ افريكانز هنا في المغرب. وكذلك ايضا مازالوا 2 مباريات ديال شبيبه القبائل ويخرج يلعب مع النادي الاهلي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش الاراء ديالكم، خلونا لايك الفيديو. الناس اللي ما مشاركينش معنا في القناه اتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغرب.